السلام عليكم، معكم عبير السيد من قناة حلو بيتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقسماط الافران باقل التكاليف، وطالع لونه جميل قوي وهاشش. بصي لونه تحفة ومكونات بسيطة خالص، وكمان عملناه بزيت التومين وطالع لونه جميل قوي. بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عندي هنا بولة هحط فيها كوباية وربع مية. انا حطيت كوباية وربع مية، وحط عليهم ربع كوباية زيت وربع كوبايه سكر. السكر هنا ممكن تقللي، لو انت عايزه تقلليه ممكن تقللي لمعلقه كبيره. واحط عليهم معلقه خميره. وهنا عندي المحسن معلقه خل على معلقه بيكنج باودر، هحطه كده هيتفاعل مع بعض. هقلبه، هبدا هنزله على المواد السائله. انا عندي هنا نص كيلو دقيق، انا نخلته وحطيت عليه معلقه ملح صغيره، نص معلقه ملح صغيره كده. هبدا كده اقلبه، هدخل كل الدقيق والمكونات مع بعضها وهبدأ اعجن. ممكن تعجنيه في العجان. هبدأ كده اعجنه واحدة واحدة. هنا لو احتاج مني مية انا هبدأ احط تدريجيا. هو هياخد مني، خد مني كمان كوباية الا ربع مية، يبقى هو خد مني المواد السائلة كلها كوبايتين مية ونص وربع كوباية الزيت. هبدأ كده اعجن واحدة واحدة، ازود احط المية تدريجيا وهبدأ اعجن لحد ما يتشكل معايا عجينة طرية ما تكونش بتلزق في الايد. هتشوفيه في الاخر، هتشوفي العجينة تحفة قوي وطرية. هبدأ انزلها على الرخامة عشان اقدر اتحكم فيها. هبدأ واحدة واحدة اعجن لحد ما العجينة كل العجين اللي في ايدي ده هيبدأ يبقى مش موجود. بصي هنا العجينة بقت طرية قوي، طرية قوي جميلة. هبدأ اشكلها كده والفها كرة. هبدأ هنا عندي صينية مدهونة رشة زيت، هحطها واغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها تريح لمدة ربع ساعة. هنا بعد ما ريحت هبدأ كده اقطع منها وهفرد البقسماط. لا تخين ولا رفيع، انا عايزاه متوسط. وهبدأ كده اقيسه بالمسطره. انت ممكن تعمليه بالنظر، بس انا قلت اخلي كل البقسماط قد بعض، يعني يطلع مظبوط، يبقى كل واحد قد بعض. انا عندي صاج دهنته نقطة زيت، وهبدأ كده احط البقسماط، هقيس كده واقطع وابدأ احط البقسماط واحدة واحدة. انا عندي هنا البقسماط نص كيلو، عمل لي كمية بقسماط جميلة كبيرة والله. يعني انت هتشوفي دلوقتي كمية الصواني قد ايه اللي انا عملت فيها البقسماط. بصي انا هبدأ اهو، بصي هنا الصواني، بصي الصواني قد ايه. احنا عملنا 5 صواني وكان لسه في صينية تانية انا مصورتهاش. هبدأ هنا انا عندي بيضاية حطيت عليها معلقة خل، هبدأ بيها ألمع بيها وش البقسماط. لو انتي مش حابة البيض ممكن كوباية الا ربع مية، حطي عليها معلقتين سكر وقلبيها، وابدأ اعملي بيها البقسماط ورش السمسم. هنا البيض ما تدهنيش كل وش البيض وبعد كده تحطي السمسم، لا، ادهني 3 ورشي السمسم عشان البيض هينشف عليه السمسم مش هيلزق. هنا بعد ما خلصت كله، بس كمية كبيرة، هبدأ الفرن، اسخن الفرن على درجة حرارة 200 بس. انا هنا مسخنه الفرن على درجه حراره 200. اول ما يسخن هبدا احط البقسماط، وبس هخلي الفرن على درجه حراره 160. واول 10 دقايق انا مش هفتح الفرن لحد ما ياخد معايا اللون كده من تحت. لو ما خدش لون من فوق ممكن تولعي الشوايه. طالع تحفه ولونه جميل وهشش من جوه قوي. كوبايه شاي بلبن والف هنا والف عافيه عليكم. جيبوا الفيديو، متنسونيش باللايك والاشتراك عشان اقدر انزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.